اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بامريكا. كل سنة وكل اخواتنا وجيراننا واصحابنا المسلمين بخير. ربنا يعود عليكم وعلينا الايام بخير. النهاردة الحقيقة جاي اكلمكم عن موضوع اتسألت فيه كتير جدا: اجيب معايا كام وانا جاي امريكا لما افوز بالهجرة العشوائية، او انا مهاجر امريكا اجيب معايا كام؟ الحقيقة يعني عشان نجاوب على السؤال دوت لازم نحط في اعتبارنا ان الحياة اختلفت 100% في امريكا عن ما قبل البانديميك. النهاردة بقت الحياة غالية. فلو كنت هتسألني من سنتين ولا حاجة كنت هقول لك رقم وكنت هتكلم بشكل، والنهاردة هتكلم بشكل تاني. يعني عايز اقول ان الايجارات للاسف الشديد، حتى يعني اسعار المنازل، ولو ان في توقعات بان سوق العقارات في امريكا هينزل وهيحصل فيه كساد لان سعر الفايدة زاد، فمحدش يحب يشتري بيت بسعر فايدة كبير لانه هيدفع فلوس كتير فيه. ولكن ما زالت الايجارات غالية. وده اكبر تحدي للمهاجر النهاردة. عشان تهاجر وتسكن شهرين وانت جاي من مصر او من دولة عربية، الحقيقة بتدفع ثمنهم غالي يعني. وخصوصا ان النهاردة عشان تأجر في امريكا او النظام عندهم عشان تأجر في امريكا بيدفعوك شهر تأمين وتدفع شهر ايجار. فبتدفع هنقول في المتوسط يعني. طبعا في ناس هتقول لا الكلام ده مش صح، ده اغلى ده اقل. لا يعني هقول في المتوسط حوالي $1600 $1700 في الحدود دي عشان تسكن في مكان معقول. في اقل، يمكن يكون في اقل بس هتبقى منطقة خطر قوي ومش حلوة ومش مستحبة. وفي اغلى هتبقى منطقة راقية جدا وهتبقى برضو مش مستحبة في بداية حياتك. يعني نقول 1650 تقريبا هيكون الايجار. فبنتكلم في حوالي 3000 وكسور عشان بس تدفع اول شهر. هياخدوا منك المقدم وياخدوا منك شهر، او ياخدوا منك التأمين وشهر مقدم. فبتتكلم في 3000 وتحط عليهم نقول هتقعد في المتوسط شهرين، فبنتكلم في حوالي $4500 بس ايجار لمدة شهرين. في بقى نماذج كتير، وفي يعني حسب بقى اصحاب البيوت. يعني هتسكن عند اهالي، واحد بيأجر البيت او بيأجر شقة في البيت بتاعه، ولا هتأجر في كومبلكس. يعني هنا في بيزنس الكومبلكس دوت تبقى شركة شارية مبنى او مجموعة مباني وبتأجرهم بالشهر. ودول هيبقى لهم نظام يعني في بيختلف شوية. في ناس يعني بتدفع لك مثلا المية وانت بتشيل الغاز والكهرباء والانترنت. في ناس بتدفع لك مثلا المية والتراش وانت بتدفع الانترنت والكهرباء والغاز، حسب يعني. والنهاردة زي ما بقول لكم الاسعار غالية، فهنتكلم في المتوسط. الكهرباء تقريبا يعني $150 $170 هتدفع. الغاز برضو في الحدود ديت، ولكن حسب برضو الهيت في البيت او في المكان اللي انت ساكن فيه هيختلف. لو انت في الصيف هتدفع كهرباء اكتر وفي الشتاء هتدفع غاز اكتر حسب السيستم اللي عندك. ده برضو مصروف الانترنت في حدود 70 في المتوسط، ولكن في شركات النهاردة بتتنافس بتنزل انترنت كده 5G وايرلس بتحطه زي التليفون، حوالي $50 في الشهر معقول يعني. بس مش بيغطي لسه كل المناطق، ده لسه مستحدث، ولكن هنقول في المتوسط من 50 ل70. هتحط برضو المواصلات في الاول على ما تشتري عربية وتعمل رخصة ويجي لك ورق، فبنتكلم في مواصلات برضو. طبعا اسعار التاكسيات زادت، اسعار الاوبر زادت. فيفضل ان انت قبل ما تيجي تلاقي مكان يكون فيه مواصلات عامة، هتبقى افضل لك، او جنب مراكز تسوق لانك ممكن تلاقي فيها شغل. لو انت ساكن قريب من مراكز التسوق اسهل انك تلاقي شغل الحقيقة في البداية.
عايز اقول برضو قبل ما تيجي امريكا انت لازم تختار من الافضل يعني ان انت تأجر عن طريق الاير بي ام بي. ودي افضل طريقة الحقيقة. انت بيبقى فيه صور كتير على النت وتشوف المكان، والحقيقة هتوفر كتير قوي قوي، لان الاير بي ام بي بيبقى مكان موجود ومجهز انك تعيش فيه، فتقدر تطبخ، وده هيوفر لك فلوس كتير قوي، لان زي ما بقول مش هتقدر تقضي حياتك كلها بتاكل برجر كينج وماكدونالدز، ولكن الافضل انك تشتري اكل هيبقى ارخص وتطبخه في البيت. حتى لو بتحب نموذج الحياة دوت استنى شوية لغاية ما تلاقي شغل، لان الفلوس الحقيقة غالية اللي انت جاي بيها قوي من مصر. الحاجة التانية برضو والنصيحة المهمة اللي عايز اقولها للناس، بلاش تمشي كتير بكاش. رأيي الشخصي انك تروح على اقرب فرع الوول مارت او اي ريتيل، كلهم بيبيعوا الفيزا كارد. تشتري الفيزا كارد وانت بتشحنها، او يعني بالبلدي كده بتعبيها، تحط فيها 100 تحط فيها 500 زي ما انت عايز، زي ما انت عايز، وتبدأ تعيش بيها حياتك. بتعامل كأنها فيزا ولكن فلوسها موجودة. يعني هو مش بيديلك على المكشوف، مش بيديلك انك مثلا لو حاطط فيها 500 يديك 1000 ولا تصرف 2000، لا يعني حاطط فيها 500 بتدفع عليهم فيز كل مرة بتشحن، كل مرة بتحط فلوس في الكارت بتاعك بتدفع عليه فيز، هتصرف على قد ال 500 او ال 600 او ال 1000 ايا كان اللي انت حاطه في الفيزا. ولكن الحقيقة هي اسهل لانك تقدر تشتري حاجات اونلاين، هتقدر تبدأ تعيش وتشوف طبيعة الحياة في امريكا وتتأقلم مع طبيعة الحياة في امريكا. دي نصيحة مهمة، بلاش تمشي بكاش كتير في جيبك يعني. هنا الناس ما بتمشيش بكاش خالص، قليل قوي بيشيلوا كاشات صغيرة يعني قليلة. فأرجو أنكم تعملوا كده، دي نصيحة مهمة يعني. فطيب في رأيك كده ألاقي شغل إزاي في فترة قليلة؟ زي ما قلت إن أنت وأنت حتى من مصر، النهاردة بقى العالم قرية. كان زمان صعب الحقيقة، لكن النهاردة بقى العالم قرية. عن طريق الإنترنت تقدر تشوف الأماكن ومراكز التسوق، ممكن تبحث عن أي حاجة في الدنيا وبتاخد معلومات دقيقة بنسبة 90% 99% عن المكان اللي انت عايش فيه. ممكن تبحث عن كل حاجة، سواء وسائل مواصلات، سواء فرص العمل، سواء مركز التسوق ده فيه ايه، طبيعة المحلات اللي حواليه ايه، طبيعة الشركات اللي حواليه ايه، طبيعة البنوك. لان في ناس كتير بتسأل انا ممكن اقدم في بنوك، انا محاسب، انا شغال في بنك بقالي فترة، ممكن وخصوصا ان سوق العمل النهاردة محتاج يعني بدأت اشوف كتير عرب بيشتغلوا في بنوك يعني بشكل مش طبيعي. يعني واضح ان مفيش اقبال قوي من الامريكان في الفترة ديت على الاعمال دي، اللي هي خصوصا انك ممكن تبدأ في الاول كتيلر، يعني موظف شباك كده بسيط. هتلاقي لو انت عندك خبرة بسيطة في الحسابات، او كنت شغال صراف في حتة، او كنت شغال محاسب، او شغال في بنك او كده كبداية، يعني حاول تسكن برضو في حتة فيها تجمع سكني، لان دايما المدن الصغيرة لازم يبقى فيها كذا بنك او كذا فرع من بنوك مختلفة، فيبقى لك فيها ان شاء الله فرصة. وهكذا يعني انتوا حاولوا تلاقوا الحتت اللي فيها مراكز التسوق زي ما قلت. يعني في رأيك كده اعمل حسابي في قد ايه؟ في رأيي انا محتاج ان انت يبقى معاك تقريبا يعني في حدود 10,000 دولار تأمن بيهم نفسك، لانك مش هتبقى في الغربة هتمد ايدك، او انت مثلا هتبعت لحد في مصر يبعت لك فلوس او يحول لك فلوس، او يعني الموضوع صعب شوية في البداية. فيعني 10,000 معاك امان الى حد ما يكفوك بالعيشة بتاعتنا المصري بدون الاغراق في المشتريات، لان طبعا الحياة هتخدعك في الاول وهتبدأ تبقى عايز تشتري كل حاجة، وده يعني بلاش. فالفلوس اللي معاك تقضي بيها ضروريات فقط، الحاجات الضرورية اللي تقدر تخليك تعيش وتقدر تخليك تدور. يعني ما تركبش مثلا مواصلة عشان حاجة هايفة، او حاجة مثلا تروح نسيت جيركن لبن تروح تشتري حاجات كده، لا بلاش. خلي كل الحاجات دي للأهمية القصوى، وانت تجمع مشترياتك مرة واحدة
عشان يبقى المواصلات مرة واحدة. حاول تقتصد وتطبخ في البيت عشان يعني تعدي الفترة الأولانية، خصوصا شهرين 3 في بداية حياتك. ده بالنسبة للعائلات طبعا. بالنسبة للشباب بقى، يعني طبعا زي ما قلت $1600، يعني انت في البداية بلاش $1600 تدفعهم. يستحب ان انت تعيش مع مجموعة شباب زيك، وده كتير الحقيقة، وفي جروبات كتير قوي معمولة في أمريكا. اشترك فيهم، اشترك على قد ما تقدر في 10 جروبات ولا حاجة، وانت من وقت للتاني بيعلنوا ان هو عنده أوضة فاضية في الحتة الفلانية، في أوضة بكذا في الحتة الفلانية، شاملة الانترنت، شاملة مش عارف ايه. يعني بتبقى فرصة كويسة قوي ان انت تقدر تعمل في البداية، تقدر يعني ايه تشتغل وتدفع الإيجار بتاعك وتقتصد. لأن برضو بلاقي أسئلة كتير، أنا جاي لوحدي وعندي عيلة وفي رقبتي أولاد، أو في رقبتي عيلة، عايز أبعت لهم واقتصد وأحوش في البداية وأبعت لهم. طبعا الموضوع في البداية يعني صعب، ولكن لو أنت شاب أو أنت راجل بطولك، من الأفضل لو كنت هتبعت حاجة لأهلك لازم تسكن مع مجموعة شباب. يعني طبعا ما بتبقاش العيشة كويسة، لكن كبداية مضطر. الحقيقة شفت نماذج الحياة سيئة للغاية، يعني احنا صعب انك تتحملها، ولكن في ناس عايشاها لانه كان ملتزم انه يبعت لاهله او اسرته، او سايب المدام بتاعته في البيت وولاده، فمضطر يبعت لهم مصاريف كل شهر. ودي كانت الحل الوحيد قدامه ان هو يعيش العيشة دي. يعني برضو نصيحة تانية، لو انت جاي وعندك خبرة كبيرة، الحقيقة كلنا لما جينا امريكا كان في السن بتاعي، يعني في الاربعينات او حاجة، فمتخرج من الكلية بقالك 20 ولا 25 سنة، فبنكتب يعني فاكرين زي مصر الموضوع، كل ما تكتب اكتر في الخبرات بتاعتك والشركات اللي اشتغلت فيها وطبيعة الخبرات بتاعتك انك هتقبل. الكلام ده مش مظبوط. حاولوا على قدر المستطاع تفصلوا الخبرة على قد الوظيفة. يعني انت رايح لو تشتغل مثلا سيلز مان مثلا في ريتيل، في قسم مثلا الكترونكس، وانت عمال تقول انا مهندس ومعايا كذا وعملت دوائر كذا وصممت كذا، وطبعا استحالة ياخدك، يعني مش هياخدك. هو مش عايز كل الكفاءة دي ولا كل الخبرة دي، هو محتاج سيلز مان بيعرف يتكلم، عنده فكرة بسيطة جدا جدا عن المبيع اللي هو بيبيعه. مش هياخد مهندس مثلا في وظيفة زي دي. ففصل عشان تشتغل في الأول، وعشان انت محتاج الدولار، هو يعني غالي قوي انك تصرفه. حاول تفصل على قد الوظيفة، بلاش تكتب كتير، بلاش تكتب خبرات هم مش هيعزوها، بل بالعكس هتبقى ضدك مش معاك. لان انا وقعت في الخطأ ده الحقيقة اول ما جيت، وكنت مستغرب قوي ان انا مش بقبل. فلغاية الناس ما قالت لي انت ايه اللي انت كاتبه ده، يعني ملوش اي، يعني انت بتقدم في وظائف حاجة وانت كاتب حاجة تانية، استحالة لما تقعد تقدم من هنا لغاية السنة الجاية محدش هيندهلك، يعني محدش هيقولك انت فين. فدي نصيحة مهمة يعني للشباب او للناس اللي هم عندهم خبرة، بلاش الإغراق أو الإسهاب في سرد الخبرات اللي هي مش هتكون لها لازمة لطبيعة الوظيفة اللي انت مقدم عليها. بس ده كان رأيي الشخصي. ربنا يوفقكم جميعا ويحقق كل أمانيكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.